في حلقتنا هنتكلم عن فكرة وعمل العرب في الاتحاد، وهعرض لك صدمة السادات لما كان في زيارة لوزارة الدفاع الأمريكية سنة 1968. وفي طريقنا هشرح لك خريطة الشرق الأوسط الجديد وتآمر الغرب على العرب، وفي الأخير هعرض لك الحلم العربي باتحاد العرب من جديد وإيه نتائجه واحتمالات تحقيق الحلم العربي. على السريع خلينا نبدأ. الوطن العربي قديما كان متماسك ومنتشرة فيه المودة والمحبة، وكان في تجانس بين الجميع، وده عكس اللي حاصل حاليا من خلافات وانقسامات خلتنا في غفلة من اللي بيحصل حوالينا واللي بيتم تدبيره لينا. وقديما كان بيطلق علينا مسمى الأمة العربية والدولة الإسلامية، والعرب كانوا عايشين في ظل الدولة الإسلامية في سلام وحب ورخاء واطمئنان بدون وجود لأي عوائق، وما كانش في حاجة اسمها حدود ولا عوائق بين دولة والتانية. وحاليا أي حد بيتكلم عن فكرة رجوع عصر الدولة الإسلامية من جديد بيتهموه بالرجعية، وده طبعا بعد ما قدر أعدائنا إنهم ينشروا بيننا ثقافتهم المسمومة وفرض أفكارهم علينا اللي هي في الحقيقة أسوأ من الحروب العسكرية. وفي حروب الغرب ضد الدولة الإسلامية أو الأمة العربية مرة خلوها حرب عسكرية، ومرة تانية خلوها حرب ثقافية وفكرية، ومرة ثالثة خلوها مواثيق واتفاقات دولية وخلوا الشعوب في حالة انهيار. وعلى العكس على الجهة الثانية الغرب أعداء الدولة الإسلامية أو الأمة العربية يتعلموا من الإسلام الاتحاد، وعرفوا أن الاتحاد قوة وأصبح ما بينهم قواسم مشتركة، واللي منها القواسم السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والفكرية. وحتى عدائهم ضد الأمة العربية أصبح قاسم مشترك بين دول الغرب أجمع، وكل الأفكار التخريبية اللي خططوها العرب للأسف نجحت. ودلوقتي خلينا أقول لك حاجة مهمة جدا حصلت في سنة 1968 للرئيس الراحل محمد أنور السادات لما كان نائب رئيس الجمهورية، وكان في زيارة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهنا شاف خريطة للوطن العربي، ولكن مش بالشكل اللي احنا كنا عارفينه، ولكنه شاف الوطن العربي مقسم لدويلات صغيرة. فلما سأله قال ايه الخريطة دي، تم الرد عليه بإجابة موجعة، والرد كان ان الدول العربية كبيرة للغاية على حكامها ويجب انها تتقسم لدويلات صغيرة عشان تضمن لإسرائيل الأمن والتفوق على الدول العربية المجاورة. للأسف الكلام ده كل الحكام العرب عارفينه حتى قبل شعوبهم، واللي في النهاية ممكن ان كل الدول العربية يتم تقسيمها، بل واكثر من كده في دول عربية هتختفي من على الخريطة، بالتحديد دولة زي العراق والسعودية. والخطر ان العراق قد تتحول لعدة دويلات، منها دولة كردية ودولة شيعية ودولة سنية. وبمناسبة تقسيم الدول العربية لدويلات خلينا أعرض لك خريطة الشرق الأوسط الجديد اللي لو تم تنفيذها الخريطة شكلها هيتغير تماما. المغرب هيتم فصل الصحراء الغربية عنه ومنح جبهة البوليساريو، وليبيا والجزائر هيتم أخذ جزء من جنوب ليبيا وجزء من جنوب الجزائر وهيتسمى دولة البربر. والسودان تم تقسيمها لدولة السودان ودولة جنوب السودان، ومخطط اقتطاع جزء من شمال وجنوب السودان من الجهة الغربية لإقامة دولة أو ولاية دارفور، بالإضافة لأنه هيتم اقتطاع جزء من شمال السودان وجنوب مصر وهيتم تسميتها بدولة النوبة. وفلسطين هتختفي من على الخريطة وهيتم إقامة دولة إسرائيل، ولبنان هيتم ترحيلها من مكانها وهتكون مطلة بالكامل على البحر المتوسط، وسوريا هيتم خفض مساحتها للنص وضم الجزء اللي اتخذ منها على العراق اللي هيتم تقسيمه لدولة العراق السني ودولة شيعة العرب ودولة كردستان الحرة اللي هيقتطعوا لها جزء من العراق وجزء من إيران وجزء من تركيا. ودولة زي الإمارات هتختفي، ودولة زي قطر هتختفي. عمان هيتم ترحيلها من مكانها وترحيلها لليمن، وبالتالي اليمن هيتقسم لنصين، نص لدولة اليمن ونص لعمان. والسعودية هيتم ترحيل الأردن ليها، وهيتم إنشاء ما يعرف بالأردن الكبير على الأراضي السعودية. وتحت الأردن على الخريطة هيتم إقامة الدولة الإسلامية المقدسة، وهتتحول السعودية لدولة حبيسة إلا من جزء فوق دولة اليمن مطل على البحر الأحمر، بمعنى أن السعودية هيتم تقسيمها لثلاث دول. وأخيرا هيتم اقتطاع جزء من دولة إيران وجزء من دولة أفغانستان وجزء من دولة باكستان لإقامة ما يعرف بدولة بلوشستان الحرة. وكل ده هيحصل لو تم تمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد ونجح تقسيم الشرق الأوسط من دول كبيرة لدويلات صغيرة. وبعد كل العرض والتوضيح للي هيحصل في الدول العربية والإسلامية تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، ليه العرب مش متحدين للم شمل الأمة العربية من جديد بدلا من تفرقتنا لدول بنعاني فيها من الانقسامات والفقر والمجاعات والتخلف والأوبئة، وأصبحنا منبوذين أمام العالم ومش شايفيننا غير مجرد سوق مستهلكة وعالة على الغرب رغم امتلاكنا لكل الموارد اللي تخلينا نتفوق على العالم. والإجابة على سؤال إحنا ليه مش متحدين هي إن خلافاتنا مع بعض كعرب أكبر وأصعب من مشاكلنا وخلافاتنا مع الغرب، بالإضافة إلى إن حكام العرب ورثوا التقسيم اللي حصل في الدولة الإسلامية الأم
واستلموا الدول مقسمة بينهم حدود مشتركة محاطة بسياج فولاذي ودخول فقط بتأشيرات، والمواطن العربي بيحتج على أخوه المواطن العربي بالاستعانة بالغرب. وعليه من النادر إنك تلاقي مواطن عربي عايش في دولة ما إنه يتعصب لأخوه المواطن العربي في دولة أخرى، بل إنه قد يتذمر ضده وعليه ويعاديه ويستقوى عليه بقوة خارجية. دلوقتي ايه اللي هيحصل لو اتحد العرب؟ الدول العربية في بينهم تاريخ ولغة وثقافة مشتركة وعادات وتقاليد ثابتة على مر التاريخ، وده بيعزز قدرة العرب على التفاهم وهيساهم في تواصلنا فيما بعد ورفع مستوى كفاءتنا وتعاوننا لردع الاحتلال اللي موجود ما بيننا وبيحاول تفريق شملنا، بالإضافة إلى أننا بنملك مقومات جبارة تجعلنا أسياد العالم، لأن أكثر من 90% منا معتنقين دين واحد، ووطننا يمتد من المحيط الأطلسي للخليج العربي. ولو حصل وقدر العرب إنهم يتحدوا، إجمالي الناتج المحلي للدولة العربية الإسلامية الموحدة هيكون 5 تريليون 990 مليار دولار سنويا، وده هيخلينا في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. ومع الوقت هيزيد الناتج المحلي للدولة العربية الإسلامية الموحدة وتكون في المرتبة الأولى، والمساحة الإجمالية هتكون 13 مليون و500 ألف كيلومتر مربع، وده هيخلي الدولة الجديدة في المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. وعدد سكان الدولة الجديدة هيتخطى 400 مليون نسمة، وهتكون في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. والجيش العربي هيكون أكثر من 4 مليون جندي، ويمتلك 9000 طيارة حربية و4000 طيارة هليكوبتر و19000 دبابة و51000 سيارة حربية. وهتبدأ الدولة الجديدة تهتم بالبحث العلمي، وهيتم تصنيع الأسلحة، وهتكون من ضمن الدول المتحكمة في العالم. في السودان واللي تقدر مساحتها ب 84 مليون هكتار هيتم إنتاج 760 مليون طن قمح و370 مليون رأس ماشية و410 مليون رأس من الخرفان و850 مليون رأس من الدجاج. والإنتاج ده من السودان فقط هيكفي الأمة العربية كلها، وهيكون في فائض منها، ومش هيكون في مجاعات زي اللي حاصل في الصومال وبعض الدول في أفريقيا اللي بتموت من شدة الجوع. ولو غطينا 8% من صحراء ليبيا بخلايا شمسية لإنتاج الكهرباء، فده هيكفي لإنتاج 20 مليون ساعة ميجا وات، والإنتاج ده هيكفي احتياجات كل الكرة الأرضية من الكهرباء. وبالنسبة للنفط، إنتاج الدولة العربية الموحدة الجديدة هيكون 24 مليون برميل يوميا، وده بيعادل 32% من الإنتاج العالمي للنفط، ووقتها هنكون متحكمين في العالم بنسبة كبيرة، والدولة العربية الموحدة هتكون في المرتبة الأولى عالميا بامتلاكها الأكبر ثروة باطنية وبحرية. لحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة اللي كل العرب بيحلموا بيها باتحاد العرب في دولة واحدة تجمعهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.